الإيمان والكفر عندكم. وأيضا في كتاب المشتمل على الدرر الآتية الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كفر، عندما أخذوا من تراب قبر ابن تيمية، شوفوا التراب، تراب جبل المقطم، تراب قبر ابن تيمية، وأخذوا واكتحلوا منه، فشنو حدث؟ شفيت البنت هذه التي صاحبة المرض. طيب أنتم لماذا جوزتموه على ابن تيمية؟ ليش ما قلتوا يابا ترى هذا كذب، هذا ما نقبله، وهذا في الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر وفي السماء كذب؟ ليش ما رديتوا عليهم؟ ليش ما قلتوا والله هذا كفر وغلو واحنا ما نقبلك يا أهل السنة والجماعة؟ يلا خلص دقيقتي، تفضل. يلا عيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أما بعد، فأنا أكرر عليك مرة أخرى عدم التجاوز على رموز المسلمين أيا كان، حتى ولو كان أصغر طالب علم. عندما تقول مقمل وتقول أنا أفضل من النبي عندك أو هكذا، هذا كلام لا يصح، وأنت تعلم طريقتي معك، خلاص كما اتفقنا، ماشي. أما في قولك من أعرض لنا الكتاب الذي يقول إن ابن فورك رحمه الله تعالى وغيره قد قالوا بأنه جائز على الأنبياء تفخيذ الرجال أو تفخيذ النساء، تفضل، أو تفخيذ الصبيان، تفضل بعد إذنك. هذا في كتاب ابن حزم الجزء الثالث، الفصل أيوة. في الملح والنحال لابن حزم. أيوة. قال أبو محمد، قال أبو محمد صح. وهذا كفر صريح لا خفاء به ولا إيه؟ طيب جميل. بصوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، قال أبو محمد وهذا كفر صريح لا خفاء به. أنا أجيب لك الفصل أحسن، الكتاب أعرضه أفضل. اقرأ يلا اقرأ. ماشي جميل جدا. 612 يلا الفصل يلا. طبعا اللي عندك طبعة ايه؟ دار البلد، دار الفضيلة. لا، هذا دار ابن الهيثم، وهو عبارة عن جزئين، ماشي، ما في مشكلة، نطلعه أفضل من ايه؟ من اللاب، أحسن، ماشي. كلمة تفخيذ، ماشي، أهو يا جماعة. وتفخيذ الصبيان وسرقة ماشي. الشيء يسير همينا يقول. حاضر. وسرقة وتفخيذ الصبيان. حاضر. وسرقة، لا نجيب وسرقة الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي في ذيل الورق. لا اكتب تفخيذ الصبيان وتفخيذ الصبيان. بصوا يا جماعة الخير، لحظة، وقلت وتفخيذ شوفوا يا جماعة هنا ماذا يقول. قال أبو محمد بالله الذي لا إله إلا هو، وإن كان قال هذا القول ناصرا له وداعيا إليه مسلم قط، وما كان قائله إلا كافرا، لا كافرا ملحدا، فاعلموا أيها الناس أنه قد جوز على النبي صلى الله عليه وسلم الكفر والزنا واللياطة. يعني يقول لك ما قال هذا القول إلا ملحد. صح؟ يقول هو ملحد، ما قال هذا القول، اسمع، ما قال هذا القول إلا ملحد، ماشي؟ قال فقد جوز، فيقول لك عندك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. طب بالله عليك يعني لماذا أهو قال السمناني في كتاب الإمامة، أهو السمناني ده مين بقى يا شيخ أحمد؟ كشف الظنون. كشف الظنون. قل لي مين بقى، ماشي. أنا أقول لك. فبالتالي بص فبالتالي لا دعك بس، خلاص لا تأخذ وقتي، دعك من مسألة إيه؟ قلب الكلام على غير معناه. فأنت تقول الآن عندكم جوزتم كذا، ما جوزنا من قاله ونحو ذلك. وأما شيخهم ابن مجاهد البصري ليس بالمقري فإنه منع
من كل ارجع ذلك، وقال وحاشا السمناني. لله. اسمع لا قال تقاطعني. السمناني. وحاشا ارجع قال لله السمناني. أن يجوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب بعمد لا صغير ولا كبير، وذلك لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأرجوك دعك من حكاية الهرطقة، بارك الله فيك، ماشي. ومن المحال أن يأمرنا الله تعالى أن نتأسى بعاص في معصية صغرت أو كبرت، وأعجب الاستخفاف هذا الملحد بالدين وبالمسلمين، إذ يقول ها هنا أنه ليس فرضا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكروا عليه. لا اسكت خلاص. فأقول لك بص إياك من حكاية التدليس معي. أنت تعلم، بص هفتح لك الكتاب، هذا الذي يحبه، ماشي. تدليس بقول لك واحد ملحد جوز كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ملحد سد الصوت. تفضل. شوف اخواني، باع الكذب اللي كذبه هذا الرجل. اصبر. شلون اطلع الكاميرا اخواني؟ اقلب الكاميرا لك اخي. انت كارثه، انت ماكو هيك كذاب يا قال باقلاني. وليس على أصحابه فرضا أن ينكر. وقال السمناني. منو السمناني؟ السمناني السمناني في كشف الظنون في الفنون. 5000 ترجمته و816. محمد بن أحمد أبو جعفر الحنفي، قاضي الموصل في طبقات الحنفية، مقدم الحنفية في وقته. شوف أنا كاتبه حتى لا تحكي. قال السمناني في كتاب الإمامة: لولا دلالة العقل على وجوب كون النبي معصوما في البلاغ كما لا يجب في سواه ومن أفعاله وأقواله. وقال أيضا في مكان آخر: وكذا يجوز أن يكفر النبي بعد أداء الرسالة. هذا كلام السمناني مقدم الحنفية في وقته. قال أبو محمد، هذا اللي قفز الشيخ، شفت ايش قد مدلس؟ قال أبو محمد: بالله الذي لا إله إلا هو، إن كان قائل هذا القول ناصرا له وداعيا إليه مسلم قط، وما كان قائله إلا كافر ملحد. ده يرد على القول: فاعلموا أيها الناس إنه، يعني السمناني، قد جوز على النبي الكفر والزنا واللياقة والبغاء والسرقة وجميع المعاصي. طبعا جميع المعاصي هاي والبغاء والكفر والكذب جوا. فأي كيد للإسلام يا للناس أعظم من هذا؟ وأما صاحبه، اسمعوا اللي ما قراها، ابن فورك، فإنه منع من هذه المعاصي، وأجاز على النبي صغار المعاصي كتقبيل النساء وتعريضهن وتفخيذ الصبيان ونحو ذلك. وأما شيخهم ابن مجاهد، هو قفز على هاي، ليس بالمقرئ، فإنه منع من ذلك. من المدلس هذا واحد. من نأكد الكلام في رسالة السجري إلى ابن زبيد، إلى أهل زبيد، في الرد على من أنكر الحروف والصوت، المتوفى 444. اسمعوا صفحة 285. انت ليش تحب دائما تنحصر؟ لا إله إلا الله. حصرت شو اسمه، اسمع، تفضل شوف شو يقول: وعند الأشعري إن الأمر لا صيغة له، إذ قال الله افعلوا كذلك لا يفهم منه وجوب ولا ندب ولا غير ذلك، ولا يفيد بمجرد شيء حتى يقترن به الدليل. وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه، وهو مؤدى إلى فساد كبير. ومنها إن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان بزوال الحياة. فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه، والنبي إذا مات يدفن وليس بنبي. هذا نفس الكلام اللي طبعا شو يقول هنا، ده يتكلم نفس على اللي نقله ابن حزم. باعوا حتى تشوفون شلون متابعكم أنا من وين إلى وين. على العموم ما رد الشيخ إلى الآن على شيء طرحنا، فإحنا بينا تدليسه للشيخ الحبيب، وعيب لا تكرر هاي الملاعب. وهاي الكتب عندي أنا، مو واحد جاي الآن جديد على الساحة ترى، زين حبيبي، فلا تكررها. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بس حبيبي خلص، حبيبي مش خلص كده ولا لسه الوقت؟ خلاص يات الوقت. شنو انت سكران؟ مو يات الوقت قدامك.
السكران وأنت ولست أنا. ما ادري لحد انت ابوي بعد دقيقه أيوة، ونص، معقول. هذا غير عجيب، هذا ايش فيه هذا؟ انت وين؟ طيب. انت بالمناظره لا، لو لا. طالع خارج ما قاعد تلعب؟ والله سكران انت. على العموم في كتاب الطرق الحكميه لابن القيم، ابن القيم يقول في السياسه الشرعيه، ابن القيم الجوزيه في المجلد الاول صفحه 73، اسمع ايش يقول عن عمر بن الخطاب. يلا جاوبنا هسه عمي عن عمر. عوف السمناني وعوف انه احنا احسن من النبي كما انتم تقولون، حاشا رسول الله. ولله فراسة إمام المتفرسين وشيخ المتوسمين عمر بن الخطاب الذي لم تخطئ له فراسة، والفراسة من الغيب الجزئي، وكان يحكم بين الأمة بالفراسة المؤيدة بالوحي. شنو هاي؟ وحي؟ والله شلون ينزل على عمر الوحي؟ هم يرجف لو شو يسوي؟ لو وين يروح؟ وين مثلا من ينزل؟ من كان يبرطش؟ لو وين؟ خلينا نفتهم وين؟ شلون ينزل الوحي على الخليفة الثاني؟ طبعا هو الشيخ يضوج يقول انت قاعد تتجاوز. وين التجاوز؟ انا والله ما ادري وين التجاوز اللي تجاوزت عليك او على مشايخك، اتحداك. عندنا نقول نفس كلام علمائك نصا حصريا. شنو فراسة؟ الفراسة المطلق والفراسة من الغيب النسبي، وانا قرأت هذا الكلام فيما سبق. شنو مؤيد بالوحي عمر بن الخطاب؟ يلا تعال فهمنا. يلا تفضل، خلص وقتي. يلا على الجبل على وين؟ يلا تفضل. اقول لك هذه والله بالقوة حتصير. ابعت ابعت، اوقف يلا ابعت. طيب. بعتنا. طيب، ولماذا لم يكن السمناني هو السيد أبو القاسم الحسين السمناني؟ لا اشعري، لان اشعري. لا، شيعي. انت عاقل؟ انت عاقل؟ مش عارفه؟ ها؟ من أهل يعني سمنان. ها؟ لماذا لم يعني يكن هو؟ يعني شيخه ابن فورك الشيعي؟ بس يقول شيخه هو ابن ما فورك. المشكلة؟ الإمام البخاري، اسمع هذا اسمع، شيخ ابن فورك؟ لا تقاطعني، اسكت لا لا تجيب لي تقاطعني. هذا السمناني شيخه الإمام ابن فورك. البخاري، الإمام يلا. البخاري روى في صحيحه عن رافضة أم لا؟ ها؟ ما يخالف، يلا تجيب لي رد شيخه علي. ابن فورك. روى في صحيحه عن الرافضة أم لا؟ رد علي. روى صح؟ طيب، صح. أحسنت. يلا طلع لي هذا شيخه ابن هذا فورك. هو السيد أبو القاسم الحسيني السمناني، ماشي. وهذا الرجل نسبة إلى اوقف. ابو القاسم الحسيني السمناني. السمناني. خلينا نشوف شيخه ابن فورك. ابو القاسم السمناني. يلا موافق انا. ماشي. الوقت لماذا لم يكن هو؟ لماذا لا يكن هو؟ لا لانه من اعلام القرن ال11 وابن فورك طيب. بالقرن الخامس. طيب، جميل جدا. شو صار شيخه؟ ايوه، صار طب كويس. زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ هدوءا. شلون صار شيخه؟ شلون صار شيخه؟ هدوءا. اهدى بس، اهدى. انت عاقل؟ اهدى. لا تخطئ. انا اقول لك انت عاقل. اهدى، لا تقاطعني كده. بص، في دقيقتين كمان مكان المقاطعة. اهدى واسكت. اسكت على رسلك. اهدى بقى. لك هذا استخرج لي والله كتاب السمناني. ما عندي، عندي ابن حزم. شو علي انا؟ طيب، جميل جدا. فأين نرجع إلى هذا الكلام؟ نجده أين عند غير ابن حزم؟ كذب ابن حزم. ما شنو؟ أين نرجع إلى هذا الكلام في أصوله عند من؟ انا شو علي؟ يقول في كتاب الامامه للسمناني. انا شنو؟ لا، فتأتي بكتاب الإمامة للسمناني وبعد ذلك تخرج منه هذا الكلام. تفضل ابحث عنه، كتاب الإمامة السمناني، ونخرجه. صح؟ ونجد فيه هذا الكلام أم لا؟ صح؟ يلا تفضل. روح انت روح ابحث. انا شنو علاقتي لا، حبيبي؟ أنت الذي ادعيت. يلا كمل. يلا كمل. أنت الذي ادعيت. تستخرج لنا الكتاب حتى ننتهي. انا ادعيت شنو؟ ده ابن حزم المتكلم. انا شنو علاقتي؟ تأتينا به. انظر، أنت ادعيت الآن وجئت بكلام ابن حزم، فالأصل أن نعود إلى أصل الكتاب أم لا؟ عندما أقول لك نصا، ما أنا عندي دقيقتين تاني مكان مقاطعة. ماشي. أنت الآن تأتي لنا، اكتم من عندك، اكتم وأتنا بكلام السمناني من أصل كتابه الإمامة. تفضل اكتم بقى ولا تقاطعني بعد الآن. خلاص، حتى أنتهي أنا من رد. اتفضل. خلاص. الآن يجب عليك
أن تحضر لنا أصل كتاب الإمامة للسمناني حتى نستخرج منه. أنا مالي، أنت ادعيت. أنا مالي شنو غير هو عالم سنة. أنت ادعيت، لا تقاطعني. قلت لك حزم ادعى. أنا شنو؟ ومن أدرانا أن ابن حزم هذا الكلام قد جاء فيه مصحفا في كتابه. أنا مالي، أنت ادعيت، وأنا ألزمك بلازم كلامك الآن أن تأتي لنا بأصل كلام السمناني من كتابه الإمام. اتفضل. وأصل كلام ابن فورق رحمه الله تعالى من أصل كتاب. ماشي الحال؟ أنا أنتظرك. اتفضل ولا تقاطعني. شد الميوت بقى وهكذا وابحث فيه كيفما شئت. خلاص انت ادعيت، انتهت المسألة. طيب، وأما في قوله هذا قال فإنه قد نقل، وقال لك الشيخ يدلس وكذا، والإمام ابن حزم قد قال عنهم كذا. إذا أردت أن تذكر أن الأئمة رضوان الله عنهم قد قالوا هذا، فلا بد عليك أن تذكر لنا من أصول كتبهم حتى نقف على الحقيقة، فتأتي لنا بهذا الكلام. إذن فالرجل يقول لك نصا ومن المحال أن يأمرنا الله تعالى أن نتأسى بعاص في معصية صغرت أو كبرت. وأعجب الاستخفاف هذا الملحد بالدين وبالمسلمين، إذ يقول ها هنا إنه ليس فرضا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يقول لك إيه، صرح هنا قال وأعجب على هذا الملحد. شفتوا يا جماعة كلام مين؟ ابن حزم الذي استشهد به، لتعلم نصا أن أحمد الإمامي يدلس في ذلك. ماشي، فأتينا أنا الآن أطلب منك، ليس لي علاقة. الآن أنت ادعيت وجئت بكلام هنا في كتاب ابن حزم، وابن حزم يقول عنه نصا هذا الملحد والاستخفاف بالدين وبالمسلمين، هذا الملحد فجعلها. فإذا لا أنا عندي دقيقتين مكان مقاطعة. اسكت اسكت. لا، عندي دقيقتين، أنت قاطعتني بما فيه الكفاية. اسكت، أنا ما قاطعتك. عاقل أنت، شو كنت قاطعتك؟ أيوة، أنا الحمد لله أعقل منك. أعقل منك، لأن عندنا الذي يضع العمامة الخضراء، اسمع بس، عندنا في مصر يقول عنه مجذوب، فأنا بس أعقل منك. أنا أضع العمامة الحمراء تأسيا برسول الله. اسمع، لا تقاطعني بقى عشان أنت. اسمع اسمع ماشي. اسمع. قال الرجل والله الذي لا خفاء به إذ جوز أن يكون أحد ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمن في عصره. يلا خلاص وقتك، خلاص يلا. ائتنا بكتاب الإمامة لو سمحت. كتاب الإمامة للسمناني، اتفضل. يلا. ها، أولا في البداية عيب هذا الأسلوب، هذا أسلوب مو إنسان دارس ليشوفك أنت على أساس أزهري، وإن كنت أنت وهابي متخفي، لكن مع هذا عيب هذا الأسلوب الصبياني اللي أنت قاعد تستخدمه. هو كتاب سني. محمد بن عبد الوهاب يقدم عليك. أنا كلمة جد والله. أنا أروح أجيب كتاب سني السني، هو سني المدعي ابن حزم، الذي علماء السعودية يقولون لم تأتي الدنيا، ينقلون كلام الشوكاني بمثل ابن حزم وبمثل ابن تيمية. هو تروح عليه يقول لك تكذب علينا احنا السنة، شلون تتكلم هيك؟ أنا شنو كشيعي؟ أنا أحلتك إلى المصدر وأحلتك ابن حزم وأنت روح طق راسك أنت وياه. أنا شنو علاقتي؟ كذاب هو، روح سقطه. أنا شنو؟ هذا واحد. الأمر الآخر شنو قصيدك؟ الكتاب. شنو هذا؟ الكتاب. شو علي أنا بالكتاب؟ كلا ابن حزم الكتاب. لا والله، أبا الفضل العباس على قلبك الكتاب يا إمام. ماشي، راح يقول أبو القاسم السمناني هذا الشيعي، هذا شيعي اسمه أبو القاسم السمناني، وأبو القاسم السمناني من أعلام القرن ال11. شنو علاقة هذا بابن فورك من أعلام القرن الثالث والرابع؟ شلون يصير شيخه ابن فورك؟ خرط، هذا عيب ترى، زحمة، هاي سوالف مزعطة. اتركها. الكتاب برضه ما مو يم الكتاب. علي أنا بالكتاب. خذ مداخلتي وأتني بكتاب الإمامة للسمناني. حضر الكاتب. أنا شو علي بالكتاب؟ حضر السمناني اللي كتب على رسول الله هيك. أنا شنو؟ اللي قال ابن حزم، روح انت كذب ابن حزم، قول ابن حزم كذاب. انا شنو علاقتنا؟ ها شنو المنطق هذا؟ شو تضحك؟ كأنك وحده بليله الدخله ما تعرف شو تسوي. على العموم
الطريقة الحكمية ما أنا جاوب. الصراحة لو في ما ليلة جاوب. الدخلة أولا اسمع وتزوجت مثلك أقسم بالله وأنا الرجل وتزوجت مثلك استحالة والله لا طلقك من أول يوم. اتفضل يلا. إيه من هاي متزوج أنا 11 وحدة سنية لشكلي الحلو. 11 على إيه يا راجل؟ أتاخذك على إيه بس؟ لك إياها اللي تلعب 11. خلي يسمع عن السنيات إذا تريد أنت تعال. 11 سنية متعة. 11. أيوة أنا عارف. أيوة أنت تقول 12 بالطريق. 11 على ساعة صح. 11. أيوة. يلا خلينا نكمل. الطرق الحكميه لابن القيم الجوزي، والله العظيم كتله الروح، والله انه يجن علي سنيات، خلي امنعهن علينا، واقسم بالله العظيم هن اللي يدقن بابي، اقسم بالله سنيات متشيعات، والله العظيم متشيعات متشيعات سنيات ناصبيات. ايوه تصلي السنه، يعني تصلي السنه. سلم عليكم عمر. ايوه تصلي السنه، تصلي السنه. والله العظيم اسمهم عمر. ايوه تصلي السنه، ايوه تصلي السنه. انتم تقولون عن انفسكم انكم من اهل السنه برضه. اهدى يلا اهدى. هسه انت ما جاوبتني على ابن القيم. تفضل بس. ما جاوبتنا على ابن تيميه، ما جاوبتنا على ابن القيم، ما جاوبتنا على تراب المقطم، ما جاوبتنا على تراب ابن تيمية، ما جاوبتنا على علم الغيب، ما جاوبتنا على اللوح المحفوظ، ما جاوبتنا على طبقات تتنزل عليها الطبقات من يسمع الأمر الإلهي بين طبقات السماوات. كل هذا ما جاوبتنا عليه. على شنو ما جاوبتنا على أنه ابن تيمية هو ميزان التوحيد، ما جاوبتنا على جاوبنا على هاي. الآن في كتاب مآثر الأناقة للقلقشندي، وأيضا يذكر في شرح صحيح البخاري للسفير. لن أجاوبك إلا على ما قال الله قال رسول الله كما نقلت لك من نصوص الأئمة. لن أجاوبك نصا، كل هذا عندي لا يمثل شيئا. قال الله قال رسول الله. العلماء قالوا بالغلو. شوفوا اخواني ما يريد يجاوب، اسمعوا يا اهل السنه، هذا شيخكم. المهم علماء يقول الفاروق شديد في الله البأس، واللين في الله جانبا، الموفر الخلاف حقا، والمؤدي للإمامة واجبا، والقائم في نصرة الدين حتى القيام، وأطاعته العناصر الأربعة. منو هذا؟ الفاروق. يا شلون أطاعت العناصر الأربعة؟ يقول أطاعت الهواء والماء هاي في مكان آخر، الهواء والماء والتراب والنار. يكتب رسالة للنيل عمر بن الخطاب. شلون هيك عمر بن الخطاب تطيع العناصر الأربعة؟ بعد هذول الأغبياء اللي يدزون هاي السوالف طاح حظكم والله. شلون عمر بن الخطاب تطيعه العناصر الأربعة؟ انها بتطلع من شوف لك حتى عيب خطيه المسكين قاعد تطلع من راسه. يلا شلون تطيع العناصر الأربعة؟ جاوبني. شلون تطيع عمر العناصر الأربعة؟ هو ايش عنده حتى عناصر الأربعة؟ التراب يطيع عمر، النار تطيع عمر، الهواء يطيع عمر. شلون؟ انت شنو كمساري؟ ايش بيك تسوي هيك؟ انت تشتغل كمساري؟ يسوي هيك لانك هربان من دفع الاجره. ايوه انت كمساري؟ هربان من دفع الاجره لص، فعشان كده اقول لك يعني انت كمساري؟ ايوه تفضل. اكتشفتك يا لوتي. والله العظيم شكلك كمساري. طيب. ايوه كمساري. اقبض على اللصوص الذين يتهربون من دفع الاجره. يلا بقى ارسل. الحمد لله رب العالمين. انا كشيعي ما جيت يمك، اللي يجيك وليد اسماعيل واشرف غريب ورامي حمار، فاقبض عليهم على راسك. عليهم على نعالي راسك انت. على راسك. لا هم على راسك ونعالهم على راسك. اقول لك بقى اسمع أهل البيت على رأسي، دول على نعلي. أما في قوله نصا تطيع العناصر الأربعة الكذاب، قال السخاوي في كتابه التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة في الجزء الثاني صفحة 337 برقم 3200. بطل هوا بقى يا أحمد عشان أعرف أتكلم ماشي. في رقم 3240 قال ترجمته تحتمل مجلدا ضخما وقد أطاعته العناصر الأربعة. وقال القلقشندي في مآثر كذا 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 إلى غيره، وهذا الكلام لم يثبت عندنا بسند صحيح، فدل ذلك على ماذا؟ على عدم صحته، وبالتالي فما نقله هذا لا يعدو إلا أن يكون عبارة عن شيء لا سند له. وبالتالي نريد منك نصا ما يتعلق بأمر السند في مسألة العناصر الأربعة. تعال ننظر في قولك إنه لم يجبني على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعلم الغيب. طيب ابن تيمية رحمه الله تعالى أنت قد نقلت منذ قليل يا إمامي بقولك نصا إن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عنده الفراسة، والفراسة هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به الأولياء،
وأما في قول القائل فإنه لا يحبه إلا من المؤمنين ولا يبغضه إلا ماشي إلا ولا يبغضه إلا مش عارف إيه من ليس له دين ولا كذا، وأنا كذا كلام واحد إذا كان عنده من الغلو، ومالي وماله فيما يتعلق بذلك. والقلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء، فما يتعلق بأمر الحب وبأمر البغض فهذا راجع إلى قلب الإنسان. الأمر الثالث الذي بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض وأنهم يحبون بعضا وهكذا. فبالتالي فكل من كان كارها لمؤمن محبا لرافضي فإنه بذلك قد خرق الدين. ولذلك لماذا؟ لأنكم أصلا لستم على الدين الصحيح. نأتي إلى شيء آخر فيما يتعلق بقولك إنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ وكذا. من الذي يعلم ما في اللوح المحفوظ؟ ماشي، مسألة اللوح المحفوظ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يطلع عليها من يحب. ماشي، وعندنا القاعدة التي تقول كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. أنا قد جئت لك بنصوص وقلت لك إن الشيعة يقولون بأن الأئمة عندهم أفضل من الأنبياء، وأنت قلت أيوة عندنا أفضل من الأنبياء. من قال لك نصا إن الخضر عليه السلام اختلف فيه فأنت جزمت أنه عندك ليس من الأنبياء؟ طب والطائفة التي قالت إنه من الأنبياء؟ تعالى، هذا عبارة عن اجتهاد من العلماء رضوان الله عنهم في ذلك. تعال ننظر في شيء آخر فيما يتعلق بأمر الخضر. الخضر حتى لو لم يكن من الأنبياء على فرض، لكنه قد فاق سيدنا موسى عليه السلام في جزئية ولم يفقه في كل الأشياء، لأن موسى اختصه الله سبحانه وتعالى بكلامه فسماه كليم الله، أليس كذلك؟ ماشي، وكلم الله موسى تكليما ففاق الخضر في ذلك. إذن فعندما تقول نصا هنا وتريد أن تستشهد علينا، لا، اسألنا وأقول لك، وأنا تقريبا أنت لم تحفظ القرآن صراحة يعني، لأنك لو قلت كذلك لاتضح لك أن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء على البشر. وأيضا أنت قلت سأنقل لكم من كلام ابن عثيمين وكذا إلى آخره. سألتك بالله وقلت لك إن كان عندك من مصداقية فأت لنا بكتاب الإمامة للسناني، أنت لم تأتي. هنا الشيخ نصا قد نقل كلاما وقال وهذا الملحد، ماشي، هذا الملحد نصا هكذا. أنتم عندكم جملة من العلماء الشيعة قد جوزوا أصلا على الأنبياء الوقوع في الخطأ، تعرفهم ولا أنقلهم لك لو أردت؟ ماشي، جوزوا على الأنبياء الوقوع في الخطأ وأنت تعلم هذا جيدا. أنا قلت لك نصا فيما يتعلق بعلم الغيب المطلق، أنت قلت لي علم الغيب النسبي. طيب جميل، علم الغيب النسبي، وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز عندنا أن يكون كرامة لولي، ولا ينكر أمر الكرامات إلا من عنده من لطف في عقله وهكذا. أنا الآن أقول لك من أين قد جئتم أن الأئمة عندكم أفضل من الأنبياء، وأنهم يطلعون على الغيب المطلق، وأنهم يحاسبون الناس، وأنهم قسيم الله سبحانه وتعالى في الجنة والنار؟ اذكر لي بقى الآن كتاب الإمامة للسناني وحتى ما قلت لك به، اتفضل وبدون تجاوز. لا تظل تكرر شيء احنا ذكرناه، لا تكرر، لأن كتاب الإمام السناني أنا شنو علاقتي فيه؟ اللي ذكر هذا الكلام ابن حزم، أنت روح ارجع لابن حزم وقول له أنت كذاب، ابن كذاب. احنا شنو؟ ابن حزم سني مثلك وإمام أهل السنة، مو بس سني مثلك، فإذا كان كذاب فهاي مشكلتكم مو مشكلتي. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر قضية الفراسة، تقول أنت نقلت وهذه من الفراسة، هذا كلام ابن القيم الجوزية. نعم، يقول الفراسة وأثرها في التحقيق الجنائي، يذكر أن ما معنى الفراسة؟ يقول الفراسة نور في القلب يلقيه الله فيه حتى ينكشف بعض المغيبات أعيانا، وإنما نشأ ذلك من التحلي بكمال مرتبة العلم والعمل. هذا واحد. اثنين، كتاب علم الغيب، هذا أخواني أمام الجميع، مطبوع في السعودية المملكة العربية السعودية، علم الغيب في العقيدة الإسلامية، أحمد بن عبد الله الغنيمان، يقول الغيب النسبي الفراسة. قدامكم. إذن يعلم علم الغيب النسبي عمر بن الخطاب، ابن تيمية العفو.
يعلم علم الغيب كما أنت. إحنا ثبتنا للأئمة، أنتم ثبتوا لابن تيمية الغيب، مو بس هاي، حتى ابن باز هنا عندكم يعلم علم الغيب النسبي. يقول هذا ما ثبت عندنا موضوع العناصر الأربعة. نعم، من اللي صاح؟ يا سارية الجبل، وصل صوته من بعد 1000 كيلو ما أدري إيش قد. مو عمر بن الخطاب صح سارية الجبل لو أنا غلطان؟ مو هنا هم يستدلون بيساري الجبل بإطاعة العناصر الأربعة، إطاعته عنصر الهواء بيساري الجبل. ليش هو مو عمر لو أني؟ أنا قلت لك ائتني بالسند فيما يتعلق بالعناصر الأربعة، كلامي كان واضحا ليس لي علاقة. لا تقاطع. عندما صاح يا سارية وهنا استدلوا بها. شوف شرح صحيح البخاري للسفيري الجزء الأول، شوف اخواني صفحة 74 من الجزء الأول، اسمعوا كيف استدلوا بإطاعة العناصر الأربعة لعمر بن الخطاب. يقول: وأما العناصر الأربعة عنصر الماء والهواء والتراب والنار، وأما موافقة عمر لعنصر الماء ففي قصة النيل. ومن يحكي شلون حاكى النيل، بعدين يرجع الورقة اللي ألقاها إلى النيل. وأما موافقته لعنصر الهواء فذلك إنه أرسل جيشا وأمر عليه شخصا يسمى سارية، فلما قربوا من العدو كمن لهم من ورائهم، وكانت نجاتهم في الصعود على الجبل، وكان نهار جمعة، فلما صعد المنبر اطلعه الله على الجيش وعلى الكمين، وكشف الحجب لهم المسافة بعيدة. ورا ها شنو؟ ها شو صار انت موجود لو مو موجود؟ انت موجود؟ ما اعرف شو صار، شنو بالشاشة؟ اكو شيء صار عندي بالشاشة على العموم. فبينما هو في الخطبة نادي يا ساري الجبل. اخواني الشاشة صحيحة؟ بس قولوا لي الشاشة صحيحة؟ لا يعني اثنين شلون طلع عندي انا من كرامات سيدنا عمر. هاي من كرامات. طبت حيا وميتا يا فاروق، الله اكبر، كبروا يا جماعه. من الكرامات انا طالع كبير وانت طالع صغيروني. الحمد لله، انت ما رايتني اصلا، ماشي. سبحان الله، من كراماتي لان اهل الباطل لا يرون اهل الحق. الله اكبر لله الحمد. ضربه عمريه. اكمل اسكت راح اشوفك الضربه عفوا الضربه العمريه. وقف خل اشوفك الصوره شلون صارت حتى اشوفك كرامات. توقفت عنده بالله. خذوها بقى سكرينة للذكرى. رضي الله عنك يا عمر، طبت حيا وميتا، عليك السلام. والله توقف وشفته طار ازاي. لا ما طرت، لا اريد انقل الصوره. ايش بيك انت؟ والله طرت. هاك انا هاي الصوره طلعت عندي، هاي الصوره باقيه. خلي اشوفك ابو طرت. هاك انعكس الكاميرا، شفت الكرامه العمريه هالسته؟ هاك دباوع. يلا صوتك راح، لا تغلق المايك. ليش غلقت المايك؟ افتح الصوت. غلقت المايك حتى تتكلم انت. باوع الصورة شلون صارت. شوف كرامة عمر طلعني اكبر من عندك. اذا انت عندك انت لانها فصلت عندك فبدت هكذا، لكن عندي انا كانت تعمل. شوف بص صورتك. شوف اخوان، اكمل بس اكمل. باع بالله عليك خلينا نسلك باع اخوان. سبحان الله العظيم، انا ايش كبرني وهو ايش قدوته. الحمد لله. جاءت الوردة. بص الوردة على فمي وانت انظر الى نفسك. سبحان الله سبحان. انا الى الان كبير وانت حيا وميتا. طفت لان بالتالي صغرك وكبرني. شفت عمر بن الخطاب؟ يا سبحان الله العظيم. زين خلينا نحط هذا هنا بس لحظه واحده، بس انا نحط الوقت راحل يا عمر يا. فعلى العموم جاب هذه الادله في اثبات. شوف هسه الان انا ما اعرف شنو اللي صاير، بس ماكو اشكال، انا كبير وانت صغيروني، بس اصبروا لحظه. هذا شو اسمه طلع عندي مشكلة به، بس لحظة واحدة. اي فبالتالي استدلوا على قضية، طبعا أنا باقي نفس الشيء، على قضية العناصر الأربعة استدلوا عليها بهذا الموضوع. يلا تفضل بابا، جيب لي التليفون الثاني خليني أعطيك صور حلوة هاي. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين. أما بعد، أما في قوله العناصر الأربعة وكذا، فكان هذا وعبارة عن كلام لواحد لم يأتنا حتى الآن لا بسند ولا بشيء. وفي قوله الكرامة، فإن الكرامات لا يمكن أن بأي حال من الأحوال أن تنكر
أن تنكر، لأن الكرامات ثابتة عند الجميع، ودليل ذلك ما حدث لأصحاب الكهف رضوان الله عنهم، وما حدث أيضا لمسألة ماذا؟ لمسألة الذين يعني آصف بن برخية الذي كان عند سيدنا سليمان عليه السلام. طيب خلينا أشرح خلينا أتعلم بس يا أحمد بالله عليك تعال. التشعلية كان باقي كبير وانت آصف بن برخية عادي. الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عباده الشكور، وسيدنا عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اسمع بص وقالوا أجسام البغال وعقول العصافير. عادي، أنا رجل نحيف يا عم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتعجبون من دقة ساق أو قدمي عبد الله بن مسعود فوالله لهي في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فعادي، أما أنت بسم الله ما شاء الله يعني كتفك زي الخبتيت كده دور معصرة كما يقال عندنا في مصر. طيب تعال ننظر إلى مسألة الكرامات الموجودة لمن؟ للصالحين رضوان الله عنهم. آصف بن برخية كان يعمل عند سيدنا سليمان عليه السلام، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أليس كذلك؟ هذا هو الحاصل. تعال ننظر إلى جملة من الأشياء الأخرى فيما يتعلق بكرامة الأولياء رضوان الله عنهم. ذكرنا كرامة أصحاب الكهف، ذكرنا ما حدث للسيدة مريم عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهكذا. فدل ذلك على أن الكرامات ثابتة، ولذلك هي عبارة عن محض فضل من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. وضابط ذلك ما جاء في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، ماشي، وكمان وفي الآخرة. فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بهذا العطاء. وهكذا فيما يتعلق بأمر الكرامة، والكرامة لا تنكر بأي حال من الأحوال، ومن ادعى غير ذلك صار مهووسا في عقله. ففي قوله سيدنا عمر نعم كان ملهما من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هل كان له عبارة عن اطلاع بالغيب المطلق أو كان يشارك ربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ أبدا، ولا يمكن هذا بأي حال من الأحوال. ودليل ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه لم يقل هذا عبارة عن اجتهاد من رأيه. وعندنا في الحديث وعندهم أطعني تكن عبدا ربانيا، وأيضا كنت سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به، وهكذا. والحديث ثابت عندنا وعند الشيعة أيضا في ذلك. والآن قد يقول لا هو مصحح وموثق عندهم ويعلم هذا جيدا، يقول لك عدل القدم التي يمشي بها وهكذا. خلاص يا جماعة الخير. فدل ذلك على وقوع الكرامات للأولياء رضوان الله عنهم فيما يتعلق بذلك وهم يطلعون بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن عند الشيعة أبدا ما عندهم هذا الكلام بأي حال من الأحوال. تعال ننظر. أنا ذكرت له قبل ذلك فأراد أن يتهرب من هذا، وقلت له ائتني بكتاب السمناني ما جاء في مسألة تفضيل هؤلاء الأئمة على الأنبياء من أين قد جئت بها؟ لا أعلم. قال لك أيوة أفضل من ذلك. أيوة فين الدليل؟ لا أجد إلا أنه قد انتقل. قال عندكم الخضر، وقلت له إن الخضر عليه السلام، لأن بص هو ده حركات الإمام دائما، يعني يأتي في النهاية كما تشاهدون. أنت ما أجبتني على كذا. أجبتك على إيه؟ ده أنا أجبتك على كل شيء. أنت ما أجبتني، لا جئت بكتاب السمناني ولا بكتاب غيره. وعندما أقول لك قول ابن حزم كذاب ابن كذاب، ليه الخطأ؟ أنا حتى الآن ما أخطأت في أئمتك ولا قلت عنهم من شيء. أنا الآن ذكرت لك جملة من النصوص فيما يتعلق بقولكم أنتم على أن الأئمة هم أفضل من الأنبياء وأنهم يطلعون على الغيب وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى قد ناجى عليا عليه السلام بالطائف كذا، أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بها جبرائيل كما في بحار الأنوار وفي غيرها. وأيضا ما يتعلق بذلك أنهم فلهم الشريعة كاملا تحليلا وتحريما بإذن الله تعالى، يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون وكذا. الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام وكذا. وأيضا ولله الأسماء الحسنى، نحن ولله الأسماء الحسنى يعني الأئمة التي لا يقبل الله من عباده عملا إلا بمعرفتنا. ما هذا الكفر البواح؟ ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر مثلكم، اعملي يا فاطمة فإن أباك لا يغني عنك يوم القيامة من الله من شيء. تفضل. أولا يقول نحن أسماء الله، نعم ما فيها إشكال، وهذا الكلام الذي ذكره نفس الآلوسي ذكره في تفسير روح المعاني
عندما يتكلم اعطيني عن بالسند، تفضل. الآلوسي سند. الآلوسي قاعد يشرح الآية الكريمة يعني اجتهاد منه عن الآية الكريمة القرآنية أن الله أراد أن يظهر بأسمائه وصفاته ويظهر الأشخاص والناس حتى يكون مجلى لي ومرآة لأسمائه وعادي فيكون هو أسماء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في كتاب المبارك فوري تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمبارك فوري في الجزء العاشر صفحة 231. معقولة تستشهد يعني بهذا الدليل وهي آية النجوى التي لم يعمل بها أحد إلا أمير المؤمنين؟ ما قارئ كتبك؟ يقول يوم الطائف انتجاه، دعا رسول الله عليا يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله ما انتجيته ولكن الله انتجاه. يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من بعد حديث. إذنك اعرض لنا الكتاب، ممكن بعد إذنك بس تعرض لنا الكتاب عشان نقرأ معك. تحفة الأحوذي للمبارك، لا تأخذ وقتي. تحفة الأحوذي للمبارك فوري الجزء العاشر صفحة 231 حديث 3810 باب 90. زين. يقول وقال الطيبي كان ذلك أسرار إلهية وأمور غيبية جعلت في آخره. وقال القاري والظاهر إن الأمر المتناجى به من الأسرار الدنيوية المتعلقة بالأخبار الدينية في أمر الغزو وغيره. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر يقول وين عندنا إحنا أهل السنة، وين عندنا أن عمر بن الخطاب فيه مشكلة وما أدري إيش، أو أنه كما عندكم؟ ما عندنا، ما حد قال أنه مثل الله، ما قلت أنه مثل الله، لكن نفس الآلوسي في روح المعاني في الجزء 25 صفحة 62 يقول وكان شيخنا يقول كان عمر من أهل السماع المطلق الذي يحدثهم الله في كل شيء. كل شيء الله يحدثه، مو عمر كليم الله، مو موسى كليم الله. أما الكلام الذي نذكره على نصا حرفيا من أحد علماء السلفية الذي يقول أنتم غاليتم في ابن تيمية، هذا كتاب الاستواء معلوم والكيف مجهول للدكتور الأستاذ شريف حاتم بن عارف العوني وهو عايش حاليا. يقول على ابن تيمية صفحة 22 وهو سلفي وهابي عايش بالسعودية، يقول وقد يفعلون هذا التغرير المتكرر منهم دون وعي منهم بأنهم يخادعون أنفسهم، وإنما يفعلونه تقليدا منهم لآحاد العلماء الذين ما زالوا يغالون في تعظيمهم، يغالون انتبهوا، ويتعصبون في تقليدهم كابن تيمية، فهم لجعلهم ابن تيمية سماء العلوم والمعارف وسقف الاطلاع الأعلى وهمزة الوصل بين خلفهم وسلفهم المتخيل، يلقفون ما يقوله ابن تيمية دون أدنى مراجعة. يسمعوا شو يقول هذا الكلام ابن تيمية شنو يعني؟ يقول وهو ممن يصح أن يقال عنه. يقول معقولة واحد يجي يقول على ابن تيمية، وهذا كلام ابن باز، إنه لولا ختم النبوة لقلنا إن ابن تيمية نبي. يقول انظر كتاب مسائل ابن أبي عمرو السدحان للإمام عبد العزيز ابن باز. يقول فما بعد هذا الغلو في ابن تيمية غلو، مع ما لهم من هذه العبارة غلو والتي لا تنقضي مثل ادعائه أنه أعلم بالمذاهب من علماء تلك المذاهب، وأنه أعرف بالعلوم من المتخصصين، وكلام طويل على ابن تيمية. وهذا بعد كلام من وهابي سلفي يقول أنتم تغالون في ابن تيمية، حتى أنه يذكر في كتاب للسدحان يذكر كلام ابن باز أنه قال لولا أنه ختمت النبوة لكان ابن تيمية نبي. زين. هذا الكلام الأول والثاني. شوف شلون جاوبناك، ما جاوبتنا على عمر بن الخطاب أنه يعلم الغيب أيضا يعلم الغيب النسبي. ما جاوبتنا على كلام أنه ميزان أهل التوحيد عمر ابن تيمية، ميزان أهل التوحيد عندكم، يعني أنه ابن تيمية هذا صار هو الميزان، الذي لا يحب ابن تيمية ما صار موحدا، والذي يحب ابن تيمية شنو صار موحدا. ما جاوبتنا على الكلام الذي يخص شو اسمه هذا ابن تيمية أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. ما جاوبتنا على أنه يعلم تنزل الطبقات، تنزل الأمر الإلهي بين طبقات السماء. طيب عمر بن الخطاب في كتاب الرسالة الصفدية يقول صفحة 62 في أضواء السلف 163 عفوا، والمقصود أن عمر بن الخطاب إذا كان هو أفضل الأولياء الذين لهم من الله تحديث إلهي، وأنا قرأت قبل شوية تحديث إلهي يعني شنو؟ يحدثه الله ترى في كل شيء، كل شيء الله يحدث عمر بن الخطاب بغير واسطة نبي، تحديث إلهي بغير واسطة نبي. وقد روى الترمذي عن النبي لو أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. نقلب الصفحة شوف شو يقول باوع. يقول وكان عمر ثبت في الصحيح انه قال انه كان قبلكم في الامم محدثون فان يكن في احد في امتي فعمر كان محدثا ملهما وهو افضل المحدثين الملهمين، وليس في اولياء هذه الامه من ياخذ عن الله شيئا بلا واسطه نبي افضل من عمر بلا واسطه نبي. يقول ومع هذا كله فانه ما يرد عليه بدون واسطه نبي عليه الا ان يعتبر بما جاء من النبي صلى الله عليه واله وسلم. فتش بقيتوا هذا مو غلو؟
ياخذ من الله مباشر، ما يحتاج لرسول الله. يقول بس احنا ما لنا علاقه، يقول اللي لا اللي ورد له عن طريق رسول الله ناخذه. هذا كله مو غلو؟ وهذا اعتراف من الشريف حاتم العوني بالغلو بابن تيميه، هذا مو غلو؟ يا اخي رد علمي، الله يبارك بيك. لا تجيب لنا شغلات هي اصلا مشتركه، جيب شغلات مو مشتركه. الى الان وين النص اللي جبته انت الذي يدين الشيعه في الغلو؟ افضل، جبت لك دليل على الافضليه، وهذا من القران، وحتى عندكم احاد الناس افضل من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مساله عاديه. يلا كافي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أما بعد، فنعيد مرة أخرى فيما يتعلق بكرامة الأولياء، فقد اتفقنا عليها وهي موجودة عند الجميع بلا استثناء، انتهت المسألة. ماشي. فيما يتعلق بكرامات سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عليه السلام، سيدنا عمر عليه السلام. الأمر الذي بعد ذلك فيما يتعلق بمسألة الغيب النسبي، وقد ذكرنا له كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، والكرامات متفق عليها عند الجميع، وانتهت المسألة في ذلك. لكن هل يعلمون الغيب المطلق؟ لا يمكن لهم أن يعلموا الغيب المطلق. أيضا فيما ذكره الشريف حاتم العوني، فهل الشريف حاتم العوني عندك يعتبر حجة من الحجج في هذه المسألة، أو هو عبارة عن مرجع أصيل في ذلك؟ أبدا ما كان هذا. والرجل يصيب ويخطئ أم لا؟ إذا كان عندكم أنتم تقولون، أعيد عليك مرة أخرى، هل استند الشريف حاتم العوني إلى سند صحيح في هذا، أم كان الرجل يقول برأيه في هذا بناء على قول بعض الناس؟ والأصل هنا إذا كان هناك من الغلو عند البعض، فهل يحكم على الكل بفساد البعض أو بجور البعض؟ لا يمكن هذا مطلقا، وإلا كان هذا عبارة عن هرطقة في العقل. نعيد مرة أخرى. نعم، ابن باز قال له ما قال الشيخ ابن باز يؤخذ منه ويرد عليه أم لا؟ هل عندنا من عصمة بالنسبة للعلماء ولا للصحابة رضوان الله عنهم؟ العصمة عندنا لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام، ولا يمكن أن تكون لغيرهم، وهذا هو الحاصل كما في القرآن الكريم. انتهت المسألة. نأتي إلى هذا الأمر الذي قد ذكرته في قولك إن سيدنا عليا ناجاه الله سبحانه وتعالى. أعطني السند بارك الله فيك. سيدنا علي قد ناجاه الله سبحانه وتعالى، أعطني السند وهو موجود في أي كتاب؟ بارك الله فيك. ممكن أعطني السند بعد إذن حضرتك في أن سيدنا عليا تجلى عليه ربنا سبحانه وتعالى. أنت قلت موجود في كتب السنة، ماشي، جهزه وأعرضه في المرات القادمة. ممكن بعد إذن، خلاص جهزه وأعرضه في المرات القادمة أن سيدنا عليا تجلى عليه ربه سبحانه وتعالى وناجاه. ماشي. عندما نأتي في مداخلتك عرضي في صوت يا جماعة، صح؟ وعنده تقريبا الصورة وقفت يعني. ماشي. الآن نعيد مرة أخرى في مسألة السمناني، ونريد الكتاب، ما أتيت لنا بالكتاب، وبعد ذلك ما يتعلق بهذه المسائل. وقلت وهم أفضل، لا، ما كان للصحابة رضوان الله عنهم ولا لأولياء الله أن يكونوا أفضل من الأنبياء، وهكذا. نأتي هنا، هل الأئمة عندك مسيرون أم مخيرون؟ بعد إذنك ممكن الأئمة مسيرون ولا مخيرون؟ مخيرون طبعا. يعني إذن فهم من آحاد الناس، وبالتالي فلا عصمة لهم طالما كانوا من المخيرين. نأتي بعد ذلك ماشي. لأن المسير هو مجبور على طاعة الله سبحانه وتعالى، أما المخير فقد تعتريه الأهواء. صح يا جماعة الخير؟ إلا لو كتب له التوفيق من الله سبحانه وتعالى في أمر العصمة والنجاة. والله سبحانه وتعالى قال للنبي فقط: والله يعصمك من الناس، ما قال يا علي والله يعصمك من الناس يا علي، ولا والله يعصمك من الناس يا فاطمة، والله يعصمك من الناس يا حسن وحسين، حتى المهدي ماشي عليه السلام. ماشي. نأتي هنا، هو قال لك هذا موجود عندنا وعندكم مشتركة. والله ما كانت مشتركة أبدا بيننا وبينكم فيما يتعلق بهذا. رجل لو قلت كرامات جاز هذا، لكن في قولك حتى سيدنا عمر، قلت لك يا أخي هذا من باب الكرامات، لا علاقة لنا بالاطلاع على الغيب المطلق. وما هو قول إن كان في الناس محدثون؟ ما هو المحدثون؟ خلاص ما يسكت عشان هذا غيب المطلق. المحدث هو معناه إيه؟ المحدث يعني يحدثه الله؟ هذا علماء يقولون الله يحدث. رد علي الآن، المحدث يعني يحدثه الله؟ لا، ملائكة، ذاك تحديث مو محدث.
المحدث يحدثه الله. طب إذن فلماذا أنت قلت هو كليم الله؟ لماذا قلت أنت هو كليم الله؟ ها؟ قلت عمر عندك كليم الله. عرفت بقى انك بص تقول كلاما، اي كلام ياتي على بالك اعتباطا كده وخلاص، فهذا ليس حقيقيا. عندما بص تاتي بنص فقل له لا والله المحدث عندك او الملهم عندك معناه 1 2 3. فهمتني ازاي؟ هذا هو الحاصل. لماذا؟ لانك عندما تذكر هذا الكلام فهذا محض، يعني انا اسف، غباء. لماذا؟ لان هذا الكلام لو اطلق بهذه الكيفيه الناس سيقولون هذا جاهل. ماشي؟ فتعمل ايه بقى؟ تقول المحدث عندك كذا، الموحى إليه كذا، الوحي عندك في القرآن الكريم على عدة معان، صح؟ أليس كذلك؟ تفضل ائتنا بالكتاب الذي قد طلبناه منك. ماشي، ائتنا بالكتاب ورد على ما ذكرناه. تفضل. يلا كتبت حتى ترد. أولا شوف، المحدث الذي تحدثه الملائكة أو التي تنطق الملائكة على لسانه، هذا المحدث، لكن مو صاحب التحديث الإلهي. هذا شيء وهذا شيء. لذلك قلت لك هو كليم الله الذي يحدثه الله في كل شيء. هذا كلام الآلوسي، يقول نقل عن شيخنا أن الله يحدثه في كل شيء، فقلت لك يعني هو كليم الله، مو لأن أنا استدللت بأنه محدث يعني تنطق الملائكة على لساني فقلت هو كليم الله. أنت متيه أصلا، مو أنا. يعني أنت الآن تراجعت عن قولك. لا الناس يشهدون والتسجيل ما زال موجودا. لا تقاطع افهم. أنت اللي كلامك محض غباء. ليش؟ لأن أنا ما استشهدت بأنه محدث فقلت أنه كليم الله، لا، أنا استشهدت بقول الآلوسي. قلت الآلوسي يقول إن عمر من أهل السماع المطلق الذي يحدثه الله في كل شيء. قلت لك يعني صار كليم الله. هذا مو محدث، هذا يحدثه الله في كل شيء. هذه مرحلة أعلى من ديك المرحلة. افتهمت؟ هذا محض غباء، لأن حضرتك أنت اللي ما تدري، مو أنا شنو علاقتي؟ أنت اللي ما جاي تفرق. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، وين إحنا عندنا الشيعة أهل البيت يعلمون الغيب المطلق؟ أتحداك، هاي قدام الناس، أتحداك، يعلمون الغيب المطلق أهل البيت عليهم السلام، ويعلمون الغيب بالأصالة. أتحداك إذا جبت أن أهل البيت عندنا يعلمون الغيب المطلق كالله سبحانه وتعالى، ويعلمون الغيب بالأصالة وليس بالتبع، احنا الآن أمام الناس نعوف كل شيء بعد وننهي المناظرة. أتحداك. أقول لك قاعد تشرب حليب لو ترضع حليب؟ بعتهولي من عندك 5 رضعات صارن مشبعات. دير بالك ترى ما هي عاوزانا بأخوك، فأنا عشان كده رافض يعني، فبعتالي شوية دول 5 رضعات مشبعات. دير بالك ما شاء الله كبير. انت ما تعرف ترضع الا ابن الكبير. شوف اسمع، يقول في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحه محمد بن صالح العثيمين، يقول صفحة 492، يقول وقال العلماء كل كرامة لولي كما أنت تقول فهي آية للنبي الذي اتبعه. صحيح كلامك. يقول ولهذا فأورد عليهم إن الرسول لم يلقى في النار فيخرج حيا. يقول كما حصل لإبراهيم. يقول فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول كما ذكر المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني إذ أكرم أتباع الرسول بجنس هذا الأمر الخارق دل على أن دين النبي حق. إذن أبو مسلم الخولاني صار مثل منه؟ مثل إبراهيم. وأورد عليهم إن البحر لم يفلق للنبي وقد فلق لموسى فأجيب بأنه حصل هذا لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل لموسى. أعظم، هذا أعظم من النبي، صار سوى شيء أعظم مما فعله موسى. يا هذا شنو يقول؟ هو المشي على الماء. يقول كما في قصة العلاء بن الحضرمي حيث مشوا على ظهر الماء وهذا أعظم مما حصل لموسى. أعظم. يقول وين عندنا حدا نقول احنا هيك؟ وين نقول؟ ابن عثيمين شرح الواسطية. هسه بدك ترتاح، ارتاح كلش. سقطت الحاتم العوني، سقطت ابن باز، سقطت ابن تيمية، سقطت صاحب الكتاب الأول مال المزار، سقطت مال تراب المقطم، سقطت النبهاني، سقطت الآلوسي، سقطت القلقشندي، سقطت السفيري، سقطت الطرقاعة السوداء. صدق كذب ايش بيك اليوم انت؟ لا تشرب حليب هواي، مو زين. هذا العالم سقط لي دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار. القاضي عبد الرحيم القاضي يقول هذا العالم
شوف شي يقول صفحة 3، يقول ثم خلق الله مرآة الحياة. يقول أول شيء جاء في الخبر إن الله خلق شجرة لها 4 أغصان فسموها شجرة اليقين، ثم خلق نور محمد جعلها في درة كمثل الطاووس، ثم خلق مرآة الحياة فاستقبلت، فلما نظر الطاووس فيها رأى صورته أحسن صورة وأزين هيئة فاستحى من الله فعرق، الطاووس عرق، فقطرت منه 6 قطرات، فخلق من القطرة الأولى أبو بكر. كبروا يا أهل السنة. خلق أبو بكر، ومن الثانية خلق عمر، ومن الثالثة خلق عثمان، ومن الرابعة خلق أمير المؤمنين علي. ثم سجد ذلك النور المحمدي 5 مرات فصارت علينا 5 صلوات. وبعدين يروح بعالم ثاني يقول في الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة الابن بشكور المجلد الأول صفحة 200، المجلد الأول صفحة شقد بالله هذا 129. كبروا يا أهل السنة، كبروا صح الله أكبر وطقوا. يقول هنا، يقول إن الله عن عثمان بن الضحاك يعني ابن عباس إن قريشا كانت نورا بين يدي الله قبل أن يخلق الخلق، يخلق آدم ب2000 عام يسبح ذلك النور. كبر هند كانت نور. كبر يا معود، قوم قمص كأنك شمر. شبيك قوم هند. أبو سفيان أبو لهب، تخيل خالك أبو لهب عمك أبو سفيان كانوا نور. كبر يلا توكل على الله. يلا حبيبي كبر. طيب وأنتم تعلمون عادته أصلا عندما يزنق كما يقولون يبتدئ في السب والطعن، عادي عوفك منه يعني، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبعدين هو قال اللبن، فأنا قلت له الحجة أرسلته لي حتى أصير أخا له يعني. فأنا الصراحة يعني الله المستعان. تعال ننظر في قوله لو أتيت لنا بأن الأئمة يعلمون الغيب المطلق كما يقولون ماشي، فإنني سأنهي هذه المناظرة. طيب خلاص تنهي هذه المناظرة؟ نعم ينهي هذه المناظرة. نفتح يا جماعة فيما يتعلق بقوله نصا. هو يريد أن يتهرب حتى تصير مسبات كالعادة يعني، لكن أنا لا أسب يعني. أنتم تعلمون أنا قلت له أنا أمثل دين السنة وأنت تمثل دينك، فلننظر أينا أفضل الخلق من الآخر وهكذا. طيب بصوا يا جماعة الخير فيما يتعلق بذلك أنه قال عن أبي بصير في بحار الأنوار للمجلس الجزء 27 صفحة 286 في هذه الرواية، وهي روايات مسندة عنده، وأيضا ما جاء في بصائر الدرجات وفي غيرها. قال أبو عبد الله عليه السلام إن الإمام لو لم يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة الله على خلقه. تعال ننظر يا جماعة، تعال ننظر في قوله أيضا في مسألة علم الغيب. أهو انظر يا جماعة ما جاء أيضا في الكافي للكليني بنص هذا الكلام أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. ده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان له هذا يا أخي. الأنبياء عليهم السلام ما كان لهم هذا. تعال ننظر أيضا إلى قوله هو الذي أراد ماشي، هو الذي أراد. ده بقول لك الإمام أصلا له مشيئة، إذا أراد أن يعلم علم. وهذا الكلام موجود في الكافي أيضا للكليني أن الأئمة عليهم السلام إن شاءوا أن يعلموا علموا ماشي. هو يقول لك لا 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 ما عندنا هذا الكلام، لا هذا ليس، لا ده نصا هذا الكلام هو الموجود عندكم. أهو اجمع اسمعوا يا جماعة أيضا ما جاء في الكافي للكليني في الجزء الأول في صفحة 260 عندما قال ها هنا نصا لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطي علم ما كان ولم يعطي علم ما يكون وما هو كائن. ده هذا الكلام لله سبحانه وتعالى ماشي حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله وسلامه عليه. ده كلامكم، أنت تكذب كذب، هذا كذب محض كذب ماشي. أيضا ما جاء يا جماعة أهو سمعوا أبا عبد الله عليه السلام إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. تكذبون على الناس، هذا دينكم؟ إذن فهؤلاء آلهة من دون الله، آلهة من دون الله ماشي. فهذا دين ينبني على الكفر والعياذ بالله. هم آلهة أوثان ماشي ضد الله سبحانه وتعالى.
هذا هو الكلام، ما جئنا به من عندنا، أنتم من عندكم أنتم، هذا هو النص. هذا أنت قلت ستنتهي المناظرة والعنترية وفردت عضلاتك وزدت باسمها شرب المنفوخ المنفوش، ماشي، هذا كلامك، أنا ما جئت من عند نفسي ولا من كيسي والله ولا من جيبي، ماشي، هذا من كلامكم أنتم. ثم بعد ذلك اسمعوا يا جماعة الخير، أهو جايب المطلق وين؟ ما جاء جعلت فداك كذا إلى غيره، ثم بعد ذلك أكرم وأرحم وأرفع بعبادي أن يفرض مش عارف إيه كذا كذا، ثم يحجب خبر السماء صباحا ومساء. إيه خبر السماء صباحا، يعلمون خبر السماء صباحا ومساء. طيب تعالى يا جماعة الخير نرى في ذلك، ده حتى يعلمون المنافق من غير المنافق. يا جماعة الخير بص، لذلك فبالله عليكم من أين نأتي؟ هل هذا دين؟ دين؟ دين يخالف دين الإسلام. أهو بص بيصور، خد، هذا دين يخالف دين الإسلام، ماشي يا جماعة الخير. وذلك لتنظر على ماذا؟ لتنظر أن هؤلاء القوم ماذا عندهم؟ هذا ليس بدين يا جماعة الخير. هؤلاء يقولون أصلا، يقول لك لا، لو جئت لنا أنهم يعلمون العلوم الغيبية بتمامها، العلم التام للغيب، وهذا كلامكم. أنا من أين قد جئت بهذا؟ هذا كلامكم والله أقسم، ويشركون بالله. إيه يا أخي، ده هذا دين يخالف دين الإسلام أصلا، هذا دين ونحن دين، وهم قد قالوا على أنفسهم بهذا الكلام، ماشي. لذلك يا جماعة الخير فيما يتعلق بذلك، بل أن منهم شيعتنا إلينا الصراط وإلينا الميزان وإلينا حساب شيعتنا، والله لأن لكم أرحم من أحدكم بنفسه. هم يقولون ده، هم بص، هم الصراط وهم الميزان وهم الحساب عليهم للشيعة، ماشي. من قال هذا؟ دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت يا زيد جدد التوبة وأحدث عبادة مش عارف إيه، قال قلت نعيت إلى نفسي، قال لي يا زيد ما عندنا لك خير وأنت من شيعتنا، إلينا الصراط وإلينا الميزان وإلينا حساب شيعتنا، وإلينا حساب شيعتنا. شفتوا يا جماعة؟ هذا كلامكم. أنا قد جئت بهذا الكلام من أين؟ تفضل. أقول لك أنت مو عيب عليك أنت تسمعني؟ تفضل، أنا سامعك، تفضل. شلون تغلق صوتي قدام الناس؟ وين المشكلة؟ أنا في مداخلتي. يعني أنت ما تستحي تغلق صوتي؟ أنا في مداخلتي لأنك تقاطع، في مداخلتي. لا أنا مو أكلمك وتكلمني. لا، في مداخلتي أكتم صوتي براحتي. مو عيب افعل هذا. لا، أنت اكتم الآن وتكلم، إيه المشكلة؟ هل هذا حرام؟ الآن الناس يسمعونك. بابا مناظرة أنت شنو جاي تتصرف هالتصرف؟ ما تستحي؟ شلون تكتب؟ إيه حرام ولا إيه؟ عندك نص عن الإيمان يفيد الحرمة؟ أنا غير أسألك شلون تكتب؟ من غير أسأل؟ لا شلون تكتم؟ اخواني عندي صوت؟ شو وقف هذا حلقه؟ ايش بيه هذا؟ عندي صوت؟ واقول لك صورته وقفت؟ شو طلع حلق هيك موجود هو لو ما موجود؟ وين راح هذا؟ هرب. شلون يكتمني قدام العكاك هذا؟ شنو هذا؟ وين ولا هذا؟ تعال يا معود، سدز له دعوه. اقول لكم عم تطلع عندي صوره هو هالقد وتواني كانما هو جيست ماخذ عندي. سبحان الله، غير كرامات عندي. دزيت له دعوه. هاك شوفوا هسه اشوفكم. وين ولا هذا؟ شنو هاي؟ هاك باعوا. يقول دا تصورني، دا اصور خشمك شنو تاني؟ يقول صور ايدي. هاكم بالله خل اشوفكم. ها باعوا. هاي دعوه. ها 167. تفضل. هاي دعوه، دزيت له دعوه. هذا علي الازهر. ايش تصور خشمه؟ هذا علي الازهر دزيت له دعوه. وين هسه؟ وين راح؟ فاتح هو فاتح؟ ما دا يقبل. هاي الدعوة الثالثة ما دا يقبل. وين ولا؟ فاتح؟ راح والله. سبحان الله،
شو اصور مولانا؟ اصور فيديو؟ خل اصور فيديو. اوقفوا. ماكو ما يقبل. خل اصور فيديو. اوقفوا. هذا فيديو نرسل له دعوة. شوفوا دز له دعوة. شوفوا خايف. وين فالت؟ ايش فلتت؟ ها؟ وين رحت؟ النت فصل يا معود. النت فصل؟ ليش؟ شلون تكتمني؟ شلون تكتم صوتي؟ وما المشكلة؟ مداخلتي وأفعل فيها ما أشاء، وأنت تفعل في مداخلتك ما تشاء. شنو كاتبي لك سد الاقفل في وشه يا شيخ؟ ذول ايش قد عادي، ما في مشكلة. أغلق أنت في مداخلتك، افعل ما شئت. ما يصير بابا، ما يصير. انت في مناظرة. لا أنت تقاطعني كثيرا. انت شلون تتصرف؟ فيش تصرف؟ أنت تقاطعني. لا في مداخلتي أفعل ما أشاء، وأنت في مداخلتك افعل ما. لا لك وقت. اسمع، أنا كلما أردت أن أتكلم معك في مداخلتك تقول لي لا تقاطعني. بابا إذا أنا أريد أسألك شلون أسألك؟ ماشي، اسألني بعد أن تنتهي. قيد عندك. لا قيد عندك. قيد عندك في ورق. على العموم خلي الناس تتابع هاي المزعطة اللي أنت جاي تسويها والخوف من مالتك. زين نرجع الكلام. شوفوا شنو اللي قال. أنتم سمعتوا من البداية. اي الداعمين يدري بي اللي يكتبوا له الداعمين يأمروا هو يأتمر. ده يكتبوا لي اعرف اخواني هم شي يأمروا هو يأتمر. نعرف احنا. على العموم لبسوا السالفه هاي. خلي هو قدام الناس مفضوح. انت شو قلت؟ قلت انهم يعلمون الغيب المطلق. فانا سألت اذا ثبتت لي ان اهل البيت يعلمون الغيب المطلق وثبتت لي أنهم يعلمون الغيب بالأصالة، انتهت المناظرة. أنت رحت جبت لي يعلمون ما كان وما يكون بس والسلام عليكم. يعني إذا كان يعلم ما كان وما يكون يعني هذا صار الغيب المطلق. هو كائن. أليس هذا هو الغيب المطلق؟ لا هذا مو الغيب المطلق. هذا الغيب الله. لا يعلمون ما علمهم الله. لا ماكو غيب مطلق. الله ما فيما علمهم الله. والله أنت بكيفك. أكمل أنت وأنا أرد. أكمل. أخواني داخل يتكلم. بص اسمع بس. الأخيرة لك ثم بعد ذلك الأخيرة لي. تفضل أكمل. أنا لا أقاطعك. لا أقاطعك. أكمل. شوفوا أحبتي، الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا يقول: خطبنا رسول الله، صلى بنا رسول الله الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر، فصلى ثم صعد المنبر حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. الآن النبي صار بعد يعلم الغيب المطلق عندك. يا سبحان الله، النبي صار مثل الله. وما أخرجه، شوف شي يقول إخواني الأفاضل، يقول: وما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: فينا رسول الله يقول فأخبرنا عن بدء الخلق ما كان. اسمعوا، أخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. يعني وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هاي منه في البخاري، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. إذن ما أخبرهم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي كتبك، هذا صحيح مسلم وصحيح البخاري. فبالتالي انت شلون تقول هيك؟ شلون تتكلم بهذه الطريقة وتقول والله عندكم هذا الكلام واحنا ما عندنا هذا الكلام، بل هو عندكم هذا الكلام؟ مرة ثانية لا تقطع الصوت، ترى عيب، استحي. انت في مناظرة، انا من اسألك تجاوب. شلون انت تسألني واجاوبك؟ عيب، تعلم شوية انضج. لا ليش يأمروك ذول اللي المزعطة اللي قاعدين يدعموك انت تروح تركض وراهم مثل المدري ايش. هي مو جزرة وتركض وراها. زين، نرجع إلى موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه، اللي إلى الآن أنت ما سويت شيء. شوف حبيبي، ابن القيم الجوزية نفسه في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشورات العلم والإرادة، شوف شو يقول: وكثيرا ما يجري هذا لمن هو دون عمر بكثير، فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لأظنه
كذا إلا كان كما قال كان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته، فإذا نزل الأمر الديني بموافقته فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري بموافقته، إلى أن يصل ويقول فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه ينطق مثل الله ينطق يكون كن فيكون، عمر هم ينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع، فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره، ينطق بالشيء فيكون هو المقدر والمقضي. شنو هذا؟ عمر لو الله مثل الله ينطق يكون هو كن فيكون، عمر ينطق شو يكون؟ كن فيكون. بالدين عمر ينطق يكون كن فيكون، وأيضا في القضاء والقدر ينطق يكون مو يقول في هذا في قضائه وقدره، بالقضاء والقدر عمر يتحكم. هذا مو غلو؟ قالوا الشيعة بأهل البيت هيك؟ لو هذا قول أهل السنة. ما جابتنا عن ابن القيم اللي يقول يحكم بين الأمة الفراسة بالمؤيدة بالوحي، ما جابتنا عن ابن العثيمين، انت ما جابت على شيء أصلا على ابن العثيمين اللي يقول والله حصل لهذه الأمة ما لم يحصل أحسن أعظم من موسى، أعظم من موسى، عندنا كرامات إحنا أعظم من موسى كريم الله عليه السلام، أعظم من موسى. ما جاوبتنا على هذا اللي يقول إنه مخلوقين قريش من نور قبل خلق، يعني هند مخلوقة من نور، كبروا يا أهل السنة، معاوية مخلوق من نور، أبو سفيان مخلوق من نور، خالتكم أم لهب مخلوقة من نور، عمكم أبو لهب مخلوق من نور، وهكذا. ما جاوبتونا، يعني أنتوا نسل حمالة الحطب عادي طبيعي مخلوقين من نور. شو ما جاوبتونا شلون مخلوقين يعني من نور مثلا؟ كانوا شو يسوون؟ تخيل هند مخلوقة من نور ومعاوية مثلها، تخيل، روح ببالك، طير حلق. جاوب رحمة لأبو هريرة، جاوب خليه يبدي هسه، يعني بدنا نترحم لك حتى على أبو هريرة، يلا جاوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أما بعد، طبعا عندما نقول للشيعي إذا أردت أن تستند إلى حديث من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم فلا بد عليك، أو من كتب السنة فلا بد عليك أن تلجأ إلى كتب أهل السنة، لا أن تفسره بمزاجك كما هو الحاصل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال وكما جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر الناس بما كان وما سيكون على اعتبار بعض ما أخبره الله سبحانه وتعالى به، ودلالة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وما يتعلق بالتفاصيل وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال على لسان النبي في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهكذا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عالما بهذه الأمور إلا ما أطلع عليه، وذلك لعموم قوله تعالى كما ذكرنا في سورة الجن الآن. إذن فالحاصل من هذا، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا شاء مات وإن لم يشأ لم يمت، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم تفصيل الغيب بتمامه كما علمه هؤلاء؟ أبدا. وأما في قولك فإن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد قال نصا فإن عندنا كرامات أفضل من كرامات موسى عليه السلام أو أفضل من معجزته، فإذا كان الإفراد في المعجزة فقط صح هذا، ولكن موسى عليه السلام لم يعطى معجزة واحدة فقط، وإنما بضم هذه المعجزات إلى بعضها انشق الحجر وانبجس الحجر وانفلق منه 12 عينا كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، وانقلبت العصا إلى حية تأفك ما يفعلون، تأكل ما يأفك هؤلاء. وأيضا ما يتعلق بهذا أن سيدنا موسى عليه السلام
عندما ضرب البحر فانشق إلى نصفين، وعندما ناجى ربه وتجلى، ناجى الله سبحانه وتعالى وتجلى ربنا له وكلمه، كل هذا دل على ماذا؟ على جملة هذه المعجزات. فبالإفراد فإن الرجل يتكلم عن الإفراد، وأنا أقول الوحي هنا يتجلى عليه، لتعلم أن لنا من كرامات، علمت لنا من كرامات والحمد لله، بعكسكم أنتم حتى تقرؤون من الكتب ولا تفهمون ما فيها. عرفت؟ إذن فالحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما أعلمه الله به، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فبالتالي نبينا صلى الله عليه وسلم هل ينطق عن الهوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى أو لا؟ ينطق عن الهوى؟ لا. الإمام عندك ينطق عن الهوى؟ لا. من أين قد جئت بها؟ لأنه يعني من لا إنه بس خليها في صدرك دي وبعدين بجهزها بعدين. فبالتالي إن الإمامة عندك أنت قلت نصا وشهدت على نفسك أن النبي لا ينطق عن الهوى، والسنة عندنا وحي من الله سبحانه وتعالى. عندكم أنتم اعرضوا هذه الروايات على كتاب الله، ماشي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أبدا، فدل ذلك على أنه من العلوم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، ماشي؟ ولم يكن عنده علم الغيب التام صلى الله عليه وسلم، متى ينزل المطر، متى كذا، وإلا ما استسقى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس كذلك؟ وإلا ما قال لها: يا فاطمة اعملي فإن أباك لا يغني عنك يوم القيامة من الله من شيء، وإلا لأخبر ابنته فاطمة عليه السلام أن عمر سيأتي وسيعتدي عليها وكذا، لكان أخبرها، صح؟ وإلا لكان بعد ذلك عرفت؟ خلاص الوقت. تفضل، هذه الأخيرة لك، صح؟ وبعد ذلك لي وتنتهي. عندك حمام؟ ماشي. حمام عندك؟ والله مو شقة، يعني وايد طباع فوق هيك، كش ايش فيك تباع فوق؟ وحي ينزل عليك تحت التوليد، ايش بيكم بس تباعون الوحي بدون تجاوز، بس بدون تجاوز، عشان لا وحي تجاوز، بدون تجاوز، رد علمي كما افعل. بص ينزل عليك وحي، انا ساقول لك شيئا بدون تجاوز، لو سمحت يا عمي ما بتجاوز، اقول له وحي. اخلاقك، بص، خلي الاخلاق تعبر عنك. بص لك بدون تجاوز، لك وحي تجاوز وحي. طيب ماشي، بدون تجاوز، لا لك دعوه، لا بالوحي، انا ينزل على الوحي وانت ينزل عليك الوحي. خلاص شفت اخوان؟ خلاص يلا، اذا هو ينزل عليه الوحي شو امام الناس كلهم، اذا هو ينزل عليه الوحي. شوف هذا غلو ولا مو غلو؟ الوحي بمعنى الالهام، الوحي بمعنى الالهام. وانت شنو عمر بن الخطاب؟ لا بص، اقل منه. انا اقتفي اثره، صح؟ اقتفي اثره، اقتفي اثره. يلا اقبل. النحل الله سبحانه وتعالى اوحى اليه، صح؟ اقبل. احسن. وام موسى الله سبحانه وتعالى اوحى اليه. عادت، يلا عادت، اقبل. المهم يقول هذا الحديث يجب ان تاتي الى كتب اهل السنه فتشرحه. طبعا وللعلم وللاطلاع، فالدلس تدليس يخبل. انا قرات الحديث، لا قرأنا شرح لا من الشيعة ولا قرأنا شرح من السنة، هو الحديث كما هو. أدري هو قابل القرآن حتى يحتاج الشرح؟ كما هو. أخبرنا من بدء الخلق، يعني ما كان، إلى أن دخل أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النار منازلهم. ليش تكذب على الناس أنت؟ كيفك تجيب كلام والله ما أعطاه من بعض ما أعطاه؟ هاي ما كان وما يكون. وحتى أأكد لك بعد زيادة، هاي عقيدة عند علماء السنة، هاي بحث كتاب يا شيعة. هذا الكتاب أنا ما أشرت لكم عليه سابقا، مهم، بمصائب تضربون بأهل السنة ضرب تموتون تموت. بحث في مسألة نسبة الكذب إلى الله سبحانه، لأن أكل بعض منكم ينسب الكذب إلى الله. إن شاء الله هاي نبحثها وراح أشوفكم شلون تنسبون الكذب، خصوصا الأشاعرة، أنتم الأشاعرة. هذا الكتاب محمد دكتور سعيد فودة
يقول صفحة 241، يقول فائدة في موقف البرزنشي من بعض آراء البريليوي. هذا أحد علمائكم في الهند، البريليوي ما أدري شو اسمه والله ما أعرف اسمه، سو أحد علماء السنة اللي في الهند اللي هو من الأشاعرة. يقول ومن الجدير بالذكر أن للبرزنشي كتابا اسمه غاية المأمول في الرد على ما قال البريليوي. هو هذا اسمه هندي. احنا مو هنود، احنا عرب، شو نسوي؟ اذا انت هندي بعد اقرا لنا اياه، تدري انت اذا ترجع للهنود هذا شأنك. مثل صدام طلع هندي ترى. يقول من ان علم النبي صلى الله عليه واله وسلم، انا اقول محيط بكل شيء حتى المغيبات الخمس. لا شو تقول ما عنده؟ قبل شويه تقول ماكو هذا الحكي، ليش تكذب؟ وانه لا يستثني من ذلك إلا العلم المتعلق بذات الله وصفاته المقدسة، وإنه لا فرق بين علم الباري سبحانه وتعالى وعلمه صلى الله عليه وسلم في الإحاطة المذكورة لا بالقدم ولا الحدوث. صلوا على صلى الله عليه وسلم. مو صح؟ أكو فرق الآن بين علم النبي وبين علم الله؟ شلون تكذب على الناس انت؟ شلون تكذب على الناس؟ يقول فقط العلم حتى الحدوث وحتى شو اسمه ماكو اي فرق. يقول بس العلم بذات الله ما نعرف. شلون تكذب على الناس؟ شفت شرح علماء السنه؟ مو تريد شرح علماء السنه؟ احنا شنو؟ احنا الشيعه. الله اكبر عليكم يا مغالين يا فسقه. الله اكبر، الله اكبر. الشيعة يقصد احنا نقول هذا العلم علم الائمه هيك؟ لا، واللي يخسئ الخاسئون. ما جاوبتنا عن عمر بن الخطاب ويعلم ما في اللوح المحفوظ. شو ما جاوبت على هذا الحكي هذا الخرط اللي بيخرطوا جماعتك. ما جاوبتنا مثلا عن كلام هذا اقول لك اكو واحد والله انا مو قصدي، بس شوف هالقد ما الناس تغالي وتحب الخليفه الثاني عمر. اكو كتاب اسمه التذكره الحمدونيه، سامع بيه؟ التذكرة الحمدونية. يقول في المجلد الثالث صفحة 274، يقول وكان رجل يدعو لنفسه العفو. اللهم ارخص السوق على الدقيق، اللهم إنك تجد من تغفر له غيري ولا أجد من يعذبني سواك، حسبي الله. اللهم امسخني حورية. بشرفك تدعي بهذا الدعاء أنت؟ بشرفك أسألك سؤال، أنت تدعي بهذا الدعاء؟ اللهم امسخني حورية وزوجني من عمر بن الخطاب. تدعي بهذا الدعاء أنت تدعي؟ جاوب قدام الناس، جاوب من وقتي. تدعي؟ فيك شوف سكوت علامة الرضا. لا هديك الضربة العمرية. حاضر خلص اقول لك هي العروس من يسألوها طب خلص تسوي حتى تقول ايه؟ تضحك وتبتسم وتخجل وكلها طلعت بيك. تخيل اخوان يدعو الله يمسخه. انا ما اعرف الله يمسخ قردة وخنازير، هم الله يمسخهم حورية. بابا هذا مو مسخ، هو اللي يمسخه يعني الله يمسخه قرد. المهم اللهم امسخني، يقول حورية وزوجني بعمر بن الخطاب. يقول فقالت زوجته اسأل الله أن يزوجك النبي. شو تقول؟ استغفر الله، أعوذ بالله من الشيء. يقول لا أنا ما أحب أصير ضرة عائشة. بالله عليكم صدق تحجون كذب؟ تتزوجون عمر؟ شوف باع الغلو. تخيل وانت ضحكت. انت الآن قبلت الصراخ على قدر الألم. حاضر زفاك يعني هالسن زفاك. عيني. هاي مداخلتك الأخيرة لو بعد عندي مداخلة؟ لا مداخلة الأخيرة ستجد ما يسر. ليش الأخيرة؟ خليها بعد تمتد. لا عادي ما في مشكلة. يلا توكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أما بعد، فهي موجودة في التذكرة الحمدونية تصنيف ابن حمدون المجلد الثالث صفحة 274، ونوادر الجصاص صفحة 816. ومن دعائي اللهم أرخص السوق على الدقيق، اللهم إنك تجد من تغفر له غيري ولا أجد من يعذبني سواك، حسبي الله. اللهم امسكني حرية وزوجني من عمر. فقالت له زوجته سل مش عارف إيه كذا إلى آخره. وهذا الكلام محض كذب من الرافضة. ليه بقى؟ تعال نشوف القصة بأكملها يا جماعة الخير. عرفت بقى هو المعلم بيعمل إيه بقى؟ بينقل كلام من على النت. تعال بص. وكان ابن الجصاص من يساره ماشي وسعة حاله وتمكنه من دولة المقتدر وغيرها موصوفا بالجهل.
بصوا اسمعوا، موصوفا بالايه؟ لكن الامامي ما يقولهاش، يدلس الناس، يكذب. اسمع ارجع، انا اعطيتك المصادر. اقرا ايوه، اقرا في الكتاب، افتح الكتاب. وكان موصوفا بالجهل، ماشي، كان موصوفا بالجهل. قال لابن الفرات يوما: أعز الله الوزير امنعها. لا يا حبيبي، ما تجيبليش الحتت بتاعت الشيعة المخصوصات. هات الكتاب يا برنس، هات الكتاب. بصوا عرفتوا يا جماعة الفوتوشوب؟ بصوا الفوتوشوب، عرفت؟ لا تقاطعني، هات الكتاب الاصلي، يلا حمل كتاب التذكرة الحمدونية وكتاب نوادر الجصاص، اتفضل حمله. عرفت؟ ما تجيبش بقى الايه الكلام بتاع الفوتوشوب بتاعكم ده. بصوا يا جماعة: وكان موصوفا بالجهل. قال لابن الفرات يوما: أعز الله الوزير امنع هؤلاء الزنادقة من الاجتماع، فقد بلغني أنهم يتكلمون بالكبائر. وقال: وما الذي يقولون؟ قال: بلغني إنهم يقولون إن الصور ليس هو من قرن. وسمع آية من القرآن في بعض المجالس فقال: حسن والله، هاتوا دواة وقرطاسا واكتبوا هذا. فقالوا له: هذا من القرآن وفي ذلك 50 مصحفا، فكتبها. ماشي، سيبك من الصور، أنا لا أكترث بها، هات الكتاب يا معلم، هات الكتاب الأصلي. خلاص. ثم بعد ذلك قال: وفي ذلك 50 مصحفا فكتبها. قال: لكل جديدة لذة. وبعث بها إلى معلم ولده وأمره أن يحفظهم ذلك. وكتب إلى وكيل له بأن يحمل 100 من قطن ولا مش عارف إيه كده، فحملها، فلما حلجت استقل الحليج. ماشي. ثم بعد ذلك وكتب إلى وكيله: إن لم يحصل من هذا القطر إلا ربع. مين هذا؟ مين قاعد تقرأ؟ مين قاعد؟ تفضل. بص، عرفت بقى انك بتدلس. ماشي، يلا اطلع فوق، اطلع وريني. بص، اطلع. وكان من الجهال. هذا اطلع هات لي وكان ابن الجصاص. اسمع، وكان ابن الجصاص، هات من فوق، وكان ابن الجصاص، وكان ابن الجصاص. يلا اطلع. وكان اطلع. وكان من الجهال. يلا بص اهو: وكان ابن الجصاص من يساره وسعة حاله من دولة المقتدر وغيره. اتفضل. ماشي. موصوفا بالجهل، اطلع فوق. لا تقاطعني، اطلع فوق. اطلع يلا، حتى من اول ابن الجصاص. يلا حتى من اول. ايوه انزل بقى اهو. وكان ابن الجصاص مع حد كده موصوفا بالجهل. يا كذاب اهو، موصوفا بالجهل. يا كذاب. شنو كذاب من ايش؟ شفتوا الكذاب؟ من ايش؟ الكذاب شفتوا؟ الكذاب من ايش؟ ضربة عمرية. عرفت انك كذاب؟ يا كذاب. لماذا يا كذاب؟ يقول لك موصوفا بالجهل، يا كذاب، موصوفا بالجهل. يا كذاب، موصوفا بالجهل. عرفت؟ واحد موصوف بالجهل، يعني ماذا تقصد منه إلا أنه ليس عاقلا. عرفت يا أحمد؟ جاهل وحش، اقسم بالله، وشكلك وحش أمام الناس. بص، وشكلك وحش أمام الناس. بص، اكتب موصوفا بالجهل. شنو يعني؟ بص، ومع الزنادقة. شفت؟ امنع هؤلاء الزنادقة من الاجتماع. واحد يحرف في القرآن. امنع هؤلاء الزنادقة. موصوفا بالجهل. اطلع فوق. موصوفا بالجهل. قال لابن الفرات يوما: واحد يحرف في القرآن ويقول له عندك 50 مصحف والآيات ليست من القرآن والسور ليست من القرآن. عرفت يا أحمد؟ دعك من التدليس. موصوفا بالجهل، يحرف في القرآن. انت بقى عندك الفوتوشوب اللي انت جايبها. عرفت يا أحمد؟ خلاص وقتك، اسكت. لا ما هذه هي الأخيرة. اسكت. منو هذا ابن الجصاص؟ منو هذا ابن الجصاص؟ كبروا منو هذا الجصاص؟ انتهت المسألة. بص، موصوفا بالجهل. شفتوا بقى؟ عرفتوا الكذب؟ منو هذا الجصاص؟ منو؟ اعطيني اسمه. اطلع فوق. اعطيني اسمه. هاك اعطيني اسمه. اطلع فوق. يلا اعطيني اسمه.
يعني بص أطال الله في عمر من قال بص لك تعطيني اسمه ده اطلع فوق اسمه شنو؟ وكان موصوفا بالجهل قال لابن الفرات يوما لا تلعب مع الأزهري هذه اللعبة. لك تعطيني اسمه شو اسمه؟ يلا يا جماعة الخير كبروا يا أهل السنة بالله عليكم كبروا. لك تعطيني اسمه شبيك؟ وكان موصوفا بالجهل. خلاص اسمه شنو هذا؟ الخير أبو حميد اسمه شنو؟ المناظرة. حظك طيح الله حظك والله هو ما يعرفه هو من هو ابن الجصاص. طيح الله صبغك طيح الله حظك والله. لك صدق هذا من شيخ من السنة هذا صدق يعني هذا صدق بالله العظيم. شو اسمه هو ما يعرف اسمه اصلا من هو هذا ابن الجصاص. طيح الله حظك صار مرتين يهرب.